السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، سنة أولى مع بعض. النوفل بتاعتنا Old Man the Sea هناخد مع بعض شابتر 7 and 8. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ حابب أفكرك إنك تقدر تشترك مع ميس وفاء على المنصة لو حابب تتابع شرح المنهج معاها أول بأول. الميس بتنزل شرح يونت كامل زائد حل الواجب، ومش بس كده، الميس عاملة كمان جروب أسئلة تقدر تسأل فيه أي وقت، والميس بنفسها بترد على الأسئلة. كمان في متابعة ولي أمر عشان يبقى متابع مستواك أول بأول. تقدر تتواصل مع التيم دلوقتي عن طريق رابط في وصف الفيديو. The Old Man and the Sea هناخد مع بعض الفوكاب. وزي ما اتكلمنا قبل كده قلنا احنا بنذاكر الفوكابولري كويس جدا، تمام، وبناخد المصطلحات الديفينيشن. الشابتر اقراه to evolve your language, to develop your language. انا عايز اللغه بتاعتك تطلع لقدام. ازاي تعرفي تعملي جمله، ازاي تعرفي تترجمي الجمله، ما هو ده بيجي من كتر القرايه، تمام. فنقرا النص ونقراه كويس جدا. طيب the night هناخد the night was long and heavy. Santiago body aged with every moment. بعد ما رجع والقروش كلوا منه السمكه، جسمه كان ate. سانتياجو's hands were cut. ايده كانت متقطعه كلها من الطريقه اللي كان بيصطاد بيها. and سانتياجو back was bent. وظهره كان موطي من الاكزهوشن، من التعب والارهاق اللي هو كان فيه. The small escape moved slowly. القارب كان بيتحرك بالراحه. كلمه escape يعني قارب. and steadily towards the coast. The skeleton of the great marlin floated beside the skiff while the shining under the moon. وكان بيطفو الهيكل العظمي بتاع السمكة. يبقى كلمة skeleton اللي هو الهيكل العظمي. The sea was quiet now. البحر هادي خالص. If the sea had taken all it wanted. خلاص البحر خد اللي هو عايزه وخد تعبه كله. Santiago sat in silence. كان ساكت خالص. And the sound of the water against the boat was the only companion. كان صاحبه الوحيد هو صوت الأمواج. At dawn the shoreline على الفجر كده of the village الشط بتاع القرية appeared and the hills rose gently in the morning light. وظهرت التلال. القرية بدأت تبان. The smell of land reached Santiago. ريحة الأرض لأنه كان جوه المية. and the old man's heart filled with relief. وقلبه حس بالراحة إن هو أخيرا هيوصل لبيته وهيوصل للناس والأرض. The marlin's skeleton stretched far beyond the skiff. والسمكة ممددة الهيكل العظمي بتاعها ورا القارب. Like the mast of a great ship. شبه المجداف بتاع السفينة. Early fishermen noted the strange sight in the small harbor and stared at the silence. البحارين اللي كانوا صاحيين بدري يروحوا الشغل شافوا المنظر بتاع سكيلتون. Santiago stood slowly. وقف كده. and Santiago strength قوته was nearly gone. كل قوته راحت خلاص، ميت من التعب. step by step خطوة خطوة Santiago climbed the shore carrying the mast. شايل المجداف بتاعه on the shoulders على كتافه. The fishermen measured the marlin. بيقيسوا المارلين skeleton and spoke with pride about the great fish. وسمكة عظيمة جدا وشكلها كبير جدا. بيقيسوها لو سمكة كبيرة مش قادرين يصدقوا ان هو قدر يختار ايه السمكة دي. زي ما انت شايفة كده الأحداث بإن ديتيلز بالتفاصيل، تمام. سؤال بإجابة دول حلوين جدا. وناخد مع بعض الأسئلة بتاعتنا. Why did the villager show respect when Santiago returned؟ ليه أظهروا له الاحترام؟ تمام. He got a big fish. لأنه جاب سمكة كبيرة جدا. A very big fish. The marlin. How did Santiago feel when he saw the marlin skeleton؟ سانتياغو حس بإيه لما شاف المارلين الكبيرة قدام منه ده؟ حس بإيه؟ بهز strength. حس بقوته إنه قدر إنه يجيب سمكة كبيرة بالشكل ده. Why did Manolin cry when he saw Santiago؟ ليه مانولين لما شاف سانتياغو بكى؟ He saw the cuts. شاف الجروح in his hands. في ايده عشان شاف الجروح اللي في ايده. What promise did Manolin make to Santiago؟ مانولين وعد سانتياغو never leave him again. عمره ما هيسيبه تاني. اللي بعدها What does Santiago dream of lions mean؟ حلم سانتياغو ان هو حلم بالأسد. ده يدل على ايه؟ his power. He is
strong. حتى بعد كل اللي هو فيه ده وبيحلم بالأسود. Why do you think the villager attitude towards Santiago changed؟ ليه رد فعل القرويين أهل القرية اختلف؟ كانوا الأول بيقولوا عليه إن هو bad luck had bad luck تمام but now respect him. ليه؟ he got a big fish لأنه لقوه قدر يصطاد سمكة فالموضوع اتحول من مجرد سخرية laugh at إن هم بقوا respect بيحترموه جدا. How does the Marlin skeleton tell a story without words؟ ازاي الهيكل العظمي بيحكي الحدوتة؟ It is big تمام but it's gone لكن راحت خلاص اتاكلت فده يحكي لنا الحدوتة كلها. Why is Santiago's struggle considered a victory even though he lost a fish؟ ازاي هو منتصر رغم ان هو فقد اللحمة بتاع السمكة؟ He won the race هو كسب السباق لكن مش اللحمة هو كسب المعركة المعنوية تمام. How does the writer use silence to show respect and meaning in the story؟ ازاي الكاتب عرض الصمت؟ مانولين تمام kept silent فضل ايه؟ silent ما اتكلمش فتحش بقه خلاص ماشي. How does Manolin reaction show the importance of companion؟ رد فعله كان ايه؟ he is loyal الولد ده ولد مخلص food and drink كان جايب له اكل وايه وشرب وكبت silent ما بيتكلمش. Why does Santiago believe the marlin was worth everything؟ ليه سانتياغو بيقول ان المارلين تستاهل كل حاجة؟ he respect it and work hard واشتغل بجد وبجهد طبعا respected worked. How does carrying the mast symbolize Santiago inner struggle؟ لما شال الماست على كتفه ده بيعبر عن ايه؟ he finished his work خلاص انا خلصت اللي عليا عملت اللي عليا وخلصت الشغل بتاعي. Why do some people admire Santiago while others pity him؟ ليه الناس معجبة بيه وليه الناس بتصعبان عليهم ويشفقوا عليه؟ admire it is big it is a it's a big fish فكده الناس معجبة بيه لأن هو جاب سمكة كبيرة but he lost it لكن هو خسرها يبقى كده الناس ايه بتشفق عليه. How does Santiago attitude towards people opinion reflect his character؟ رد فعله بيعكس عليه ايه؟ he is patient ما بيهموش الناس he is patient and strong. Why does Santiago continue to dream of lions؟ هو ليه دايما بيحلم بالأسود despite his age and pain رغم كل تعبه ده وسنه الكبير؟ he is strong هو رجل قوي بيفكر دايما في القوة. What role does memory play in keeping Santiago strong؟ ايه دور الذكريات في حياة سانتياغو؟ it أو they it مفرد it عشان قال memory واحدة it gave him hope بتديله أمل and power وقوة فيحلم بحاجات قوية and power. خلاص كده يلا بينا الجزء اللي بعد كده يونت شابتر 8 عندي كلمات قليلة اهي تمام المصطلحات تمام. بعد كده الشابتر in points. Morning light filled the small village and the fishermen gathered at the shore near Santiago's cave. كلهم الصبح قاموا اتلموا بقى كلهم كانوا صح تمام. Fishermen talked about the giant skeleton كلموا عن الهيكل العظمي العملاق ده. Measured the length with ropes and argued about وكانوا بيتناقشوا وبيتجادلوا about weight before sharks arrived. Tourists بيتكلموا عن وزنها يا ترى كان وزنها قد ايه قبل ما الشارك تاكلها. Tourists at the cafe leaned from seats and looked at the strange sight of the long fish. كلهم من الكافيه من القهوة اللي قاعدين عليها قاموا وقعدوا يتفرجوا على السمكة. Villagers stayed silent بعض الناس سكتت. Understood the battle أدركوا المعركة الهارد اللي هو خاضها في البحر مع المارلين.
inside the hut سانتياغو slept deeply كان نايم weak ضعيف body but calm. مانولين sat quietly beside the old fisherman with food قاعد جنبه ما بيتكلمش وسايبه نايم وجايب له الفود والدرينك and clean clothes وهدوم نظيفة. مانولين made a strong promise to fish together again قال له هنفضل نصطاد مع بعض. commitment إصرار patience وبعزم وبصبر growing strengths وهنبقى قوتنا هتكبر. سانتياغو explained that the true strength lived in the heart. سانتياغو قال له القوة الحقيقية في القلب مش في الماسلز مش في العضلات not in the arms مش في الدراع and came from patience and honor وجاية من الصبر ومن الشرف. news spread انتشرت الأخبار through the village and the people spoke with respect الناس بدأت تتكلم عنه باحترام. calling سانتياغو brave بيقولوا عليه ده brave hero ده heroic instead of unlucky كانوا زمان بيقولوا عليه ان هو unlucky منحوس تمام عشان قعد 85 يوم ما يصطادش. The promise remained clear and lasting الوعد بدأ واضح. سانتياغو and مانولين prepared to face the sea هينزلوا مع بعض البحر together with courage and hope معاهم شجاعة معاهم أمل and trust معاهم ثقة في بعض. ده النص اهو تمام. ناخد الأسئلة. أسئلة هنا متجاوبة تمام. يلا بينا. question number 1 why were tourists spread at the shore ليه كان في سياح غير الفيشرمان كان في سياح جم على أول الشط كده وشافوا الهيكل السكلتون بتاع السمكة ليه كانوا surprised it's very big عشان كبيرة جدا تمام. why did Manolin refuse to leave Santiago again ليه مش هيسيبه تاني he loved and respected him عشان هو بيحبه وبيحترمه وهو knew that he wanted him to be with him. why did the villagers begin to call Santiago after his return بدأوا يسموه ايه بيقولوا عليه brave شجاع. why did both Santiago and Manolin dream about that night حلموا بإيه the lions. how does pain affect Santiago wisdom ازاي الألم بيأثر في حكمته هو بيبقى أكتر يعني he is wiser بيبقى حكيم أكتر. أي صعوبة بتيجي في حياته بتقويه مش بتضعفه ولا بتكسره. what role does patience play in the story ما هو دور الصبر في هذه main role بيلعب دور أساسي تمام. it's all about how to be patient. الرواية كلها بتتكلم عن إنك إزاي تكون صبور. why does the boy insist on carrying heavy things ليه الولد مصر يشيل هو الحاجات التقيلة to help Santiago. why is humility essential to Santiago character فكرة الجمال اللي هو فيه قوته شجاعته تواضعه الايديا نفسها to remain strong مهما كان الناس بتقول عليه. الناس في الأول كانوا بيسخروا منه كانوا بيقللوا منه تمام. humiliate him تمام. how does the village عشان يفضل قوي how does the village يعني هو never care I never care about anything أنا ما يهمنيش أي حد بيقول أي حاجة. how does the village mirror human judgment كيف تعكس القرية mirror يعني يعكس خدنا mirror هرمود كان بيعكس مودها الترم اللي فات. طيب إزاي القرية دي عكست رأي البشري والحكم البشري للناس at first في الأول تمام they said unlucky في الأول قالوا عليه إيه unlucky then ثم قالوا بيقولوا عليه brave شجاع and heroic وبطل. يبقى رد الفعل البشري متغير. why does the story begin with the villager reaction instead of Santiago thoughts ليه القصة بدأت برد الفعل بتاع القرية his great victory عشان يبين النصر العظيم اللي هو عمله. انتوا كلكم بتقولوا ده عمل ايه ده كلها
دي اتاكلت منه، الشارك كلها. طب اديك شفت رد فعل الناس عليه عامل ازاي. How does public opinion shape Santiago image in the village? heroic and brave. بيقولوا عليه انه بقى بطل وشجاع. Why is the skeleton left visible to everyone? ليه الهيكل العظمي بقى كل الناس شايفاه؟ To show his power. عشان يبين قوة هذا الرجل اللي قدر يصطاد سمكة بالحجم ده. How does the hut symbolize Santiago's inner world? هو symbol. ازاي الكوخ بتاعه بيعبر عنه؟ simple and strong. هو شخصية بسيطة جدا لكن قوي. Why does the boy loyalty feel unconditional? ليه ولاءه له حاجة غير مشروطة، من غير أي شروط. أنا بحبه وعندي ولاء ليك من غير فلوس ومن غير أي حاجة. He always loves and respects him. خلاص حبايب قلبي، بالتوفيق يا رب سنة أولى، وهبقى أنزل لكم بقية النوبل بإذن الله. اللي عنده أي استفسار ادخل معنا على المنصة بتاعتنا ومنصة المرجع، وبالتوفيق يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.